النهارده هنعرف ونتعلم عن الاي اي ازاي بيدربوه عن طريق المعلومات المختلفه، صوت بقى او صوره وحاجات تانية كتير، وبطريقه بسيطه جدا من غير اكواد خالص. يلا بينا نبدا. النهارده هنشتغل على تيتشبل ماشين اللي مقدم من جوجل. اللينك بتاعته هتلاقوها تحت في الوصف. اول حاجه لما نفتح الويب سايت اول ما احنا شايفين كده مكتوب ان هو تيتشبل ماشين train your computer to recognize your image sounds and poses، وقفاتك او الصور بتاعتك او الصوت بتاعك. هندرب دلوقتي الكمبيوتر شوف ازاي يقدر ان هو يتعرف على الحاجات المختلفه اللي احنا بنديها له. في ان هو تحت هتلاقوا فيديو تعريفي للتيتشبل ماشين، اللي حابب يتفرج عليه طبعا اكيد هيكون مفيد ليه. اول ما نقول له get started هنلاقي ان هو بيدينا 3 اوبشنز. اول حاجه image بروجكت او اوديو بروجكت او بوست بروجكت، انت عايز تدربه عن طريق صور، توري له صور مختلفه هو يتعلم ايه الصوره ديت ويفرق ما بينهم، او عن طريق الاوديو ان انت تتكلم ويفرق ما بين الاصوات المختلفه او يقول لك ده ايه وده ايه، ولا انت عايز وقفات مختلفه بوزز مختلفه ويقدر ان هو يتعرف عليها. فهنبدا مع بعض البروجكت بتاعنا وهنقول نختار الاول الايمج بروجكت. هيطلع لك حاجتين، يقول لك ستاندرد ولا امبيدد دوت ان انا هجيب موديل من بره، هقول له لا الستاندرد اللي هو العادي هو اللي انا هشتغل عليه، ان انا هكريت انا البروجكت بتاعي. بعد ما ندوس ستاندرد هيفتح لنا البيج بتاعتنا اللي هنبدا ان احنا نعمل فيها ترين للموديل. لو حسيت ان هو بطيء شويه اصبر عليه، لان هو ممكن يبقى تقيل شويه انه بيعمل لودنج. اول ما تفتح هيقول لك ده كلاس 1 ان انت المفروض تاخد سنيبتس يعني صور مختلفه من الاوبجكت بتاعك او الصوره بتاعتك. وفي ان انت تعمل ابلود، ان احنا نعمل ابلود صور عندنا، ان انا ممكن اخد بالكاميرا بتاعتي صور مختلفه مثلا لاي حاجه عندي، العربيه لعبه او لعربيتي حتى الحقيقيه. لكن احنا اللي هنا هنعمله ان هنقول له ان احنا هنستخدم الويب كام علشان نترين الموديل بتاعنا. فاول حاجه وريتها له ان انا عندي جبت لكم 2 تيدي بيرز، عندي اول وعندي هالو كيتي البومه يعني، وعندي اللي هي هالو كيتي. خلي بالكم المسج دي هتطلع لكم اللي هي بيقول لك ان انت تالاو ان هو يستخدم الويب كام ولا لا الويب سايت. فانا بقول له الاو افري تايم او الاو ذيس تايم، كل واحد يختار اللي هو عايزه. بس خلي بالك لو قلت دو نوت الاو مش هيتعمل البروجكت، انت لازم يبقى ايه تدوس على الاو يعني تسمح له ان هو يستخدم الويب كام. هنبدا هنا مع بعض، هيفتح لي الويب كاميرا زي ما انتم شايفين كده، وانا هبتدي ان انا اوري له الايه التيدي بير الاولاني اللي عندي اللي هو البومه. هبتدي ان انا احطها في بوزز مختلفه، وطول ما انا بحطها في اي بوز بقول له هولد تو ريكورد، يعني بخليه ان هو ياخد ايمج كتيره منها. كل ما بديله داتا اكتر كل ما هو بيتعلم وبيديني برضو انسر قريبه لل 100% اكتر. يعني كل ما انا بديله داتا اقل ممكن تبقى الاجابه ممكن تبقى حوالي 70%، فكان كل ما اديله داتا اكتر وبوزز مختلفه للاول كل ما يقدر ان هو يتعرف عليها بسهوله جدا. حطيت البومه بتاعتي في كل الاتجاهات، وش وظهر ولفتها ويمين وشمال والاجنحه بتاعتها من قدام ومن ورا، وخدت كل البوزز اللي اقدر عليها. وبعد ما عملت كده سميت فوق البومه بتاعتي كلاس 1 ديت اللي جنبيها القلم، هندوس عليها علشان ايه ان احنا نسميها، واقول له دي بدل ما اخليها كلاس 1 هقول له لا دي اسمها ايه اول. اوكي دي انا هسميها اول او بوم. ممكن تكتب انجلش تكتب عربي، اكتب اللي يريحك مفيش اي مشكله. بعد ما خلصنا تدريب البوم علشان اقدر ان انا اعمل ترين الموديل لازم على الاقل يبقى عندي 2 كلاسز، يعني ما ينفعش اترين الموديل بكلاس واحد، ما فيش حاجه واحده يبقى انا كده مش بعرفه ان هو يميز ما بين على الاقل حاجتين او 3. هترين الموديل اللي بعده اللي هو كلاس 2، هدوس برده على الويب كام وهختار الدبدوب التاني اللي عندي اللي هي عندي ايه هالو كيتي. بوز مختلفه وكتيره جدا، هريكورد الهالو كيتي برده من كل الجوانب بتاعتها عشان يقدر ان هو يتعرف عليها كويس. بعد ما بقى عندي صور كفايه للكلاس الاولاني والكلاس التاني، هنا ممكن اقدر ان انا اعمل له ترين موديل. بس انا قررت ان انا اخليهم كمان اوبجكت تالت، وقررت ان انا ادخل معاهم بنانا موزه. جبت حاجه مختلفه تماما عن الدباديب او تيدي بيرز وقلت ان انا اخليه يضربهم معاها. فعلا جبت البنانا وخليته زي ما انتم شايفين كده ان هو يصورها من جميع الاتجاهات ويوريها لي كل البوزز المختلفه، خليته ان هو يصورها وهي سميتها ان هي بنانا. دلوقتي ما عندنا 3 مودلز، هقول له ترين موديل. برضو خلي بالكم ان التريننج ممكن ياخد وقت شويه، وما تقفلوش براوزر ولا اي حاجه، خليكم عليه علشان يقدر ان هو يكمل التريننج بتاعه. بيعتمد شويه على سرعه الانترنت والمكان اللي انت موجود فيه، فممكن ان انت تصبر عليه شويه. بعد ما عملنا تريننج للموديل ان هو هيقول لك ان احنا ممكن نكسبورت الموديل بتاعنا، ممكن نعمل له سيف دوت لو انا هستخدمه ببرامج تانية، وده ان شاء الله اللي هنعمله الفيديو اللي جاي. دلوقتي انا عايزه اتشيك ان التريننج دوت مظبوط، فهبتدي ان انا اوري له الحاجات واشوف اذا كان هو هيوريهولي وهيبقى عارف الشخصيات بتاعتي ولا لا. فاول حاجه انا وريت له البنانا وعرف ان هي بنانا فعلا، وعملت لها كمان من كذا اتجاه وكلهم قالهم صح. كل ما طلع له البنانا
صح. وكل زي ما قلنا ما بنديله صور اكتر وبوزات مختلفه للاوبجكت بتاعي، كل ما بيبقى التريننج موديل 100% الاجابه بتاعته. يبقى ده معناه ان انا عملت موديل كويس. هنبدا ان احنا ندخل على الاوبجكت التاني اللي هو الهالو كيتي. برضو وريته الهالو كيتي من كل الاتجاهات وقال لي ان هي هالو كيتي 100%، ما كانش في اي مشكله عنده في الموضوع ده. وبعدين اخر حاجه عملتها هي كانت الاول. دلوقتي بعد ما خلصنا الموديل بتاعنا ممكن اعمل له اكسبورت او سيف، وممكن ان انا نترين موديل تاني. انا برضو عايزه اوريكم بسرعه كده ازاي ان احنا نقدر نعمل كده برضو في الساوند، ونقدر ان احنا نعمل كده في البوزز المختلفه. الموديل بتاع الساوند بيعمل ريكورد ثلاث حاجات. اول حاجه الباك جراوند نويز، علشان خاطر يقدر يميز النويز اللي حواليك مختلف عن الحاجات اللي انت بتقولها، فلازم ان احنا الاول ندوس الريكورد الباك جراوند نويز، هو لازم يعمله الاول، وبعدين نبدا في الايه في الكلاسات بتاعتنا. انا دلوقتي هخليه يتدرب يفرق ما بين كلمتين يس ونو او ايوه ولا، وهحاول ان انا اقولهم بلغات كتير ومفاهيم كتير زي مش موافق مستحيل، كل الحاجات علشان يقدر ان هو يفرقهم. بعد ما عملت كده وقلت له يس بكل اللغات، وقلت له برده نو بكل اللغات، هبتدي ان انا اعمل ترين للموديل بتاعي. بسمي كلاس 2 يس، وبعدين هسمي كلاس 3 نو، وبعدين ايه هبتدي ان انا اعمل ترين للموديل بتاعي. بعد ما عملت ترين للموديل بتاعي بمنتهى البساطه لما اتكلمت اداني ديفرنس. بس خلي بالنا بس من حاجه، ان هو لما جه اداني عمره ما بيدى الاوتكم بتاع اليس والنو بيبقى 100%، وده بسبب الباك جراوند نويز، ان عمره ما هيقدر في اللحظه اللي انت بتتكلم فيها يقدر 100% يقدر ان هو يلقط الكلمات ويقولها لك، مش زي الصور لان هي حاجه ثابته مش متحركه. فدوت برضو بيبقى عيب الموديل بتاع النويز، ان انت عمره ما هيديك 100%، بس هيديك برسنت كبيره من الكلمه اللي انت قلتها، اللي هي يس او ايوه او موافق او الكلمات اللي انت ضربت عليها، حسب الكلمات اللي انت ضربت عليها. بس بسبب موضوع ان الصوت عمره ما هيقدر ان هو يبقى 100%، وحتى احنا كمان ممكن نقول يس بطريقه مختلفه، ممكن اقول يس يس يس، يعني في طبقات للصوت مختلفه، فعمره ما هيقدر يطلعها لك 100% زي الصوره. لكن حلو جدا، جربوه هتستمتعوا جدا وانتوا بتعملوا بيه، وهتضحكوا كتير وهتعملوا ذكريات كتير. جربوا مع مامتكم ومع باباكم، وكل واحد فيهم يقول باصوات مختلفه، وهتبسطوا جدا لما تعملوه، ونشوف مين اللي هيطلع الصوت بتاعه اكتر واحد هياخد الاعلى برسنت. هنيجي بقى لاخر حاجه عملتها لكم برده، اللي هي البوزز المختلفه، ازاي نقدر ان احنا برده عن طريق وقفات مختلفه. ممكن بقى تقفوا وتعملوا حركات بقى، ناس بتحب الجمباز او بتحب الرقص، الموضوع هيبقى لذيذ بالنسبه لها. انا جربت بوزز كده على قدي، حطيت ايديا على وشي، عملت له حركتين، عملت له اللي هي الثامب اب، وعملت له اللي هي ايه حطيت ايدي كلها على وشي، وسميت واحده ثامب اب والثانيه سميتها هاند اب. وبعد ما عملت كده دربت الموديل بتاعي، والموديل بتاعي قدر ان هو يفرق ما بين الاثنين كويس جدا بنسبه كبيره قوي، 100% طلعت كل الاجابات مظبوطه. وديت اول حاجه علشان تتعرف على الاي اي، وازاي فكره اصلا ان الماشين بتتدرب. هو ده فعلا اللي بيحصل، ان الاي اي دلوقتي بيتدرب عن طريق الداتا المختلفه، عشان كده الداتا بقت مهمه جدا، اذا كان بقى صور، اغاني، اصوات، اي حاجه كلها هو دوت اللي بيدرب الذكاء الاصطناعي. هناخد الموديل اللي احنا عملناها ديت عملناها اكستراكت، وهنستخدمها ان شاء الله في برامج، بان احنا نحط لها كود، ونشوف ازاي ان احنا نقدر نستفيد منها في البرمجه، بان احنا نعمل بيها برامج لينا او جيمز. استنونا في الحلقات اللي جايه، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في القناه بتاعتنا عشان يوصل لكم كل جديد. هابي كودينج.